جدا أكرهك إذا استغفلتني. يا جماعة خلونا نتكلم جد والله، بسنا من حكي الحب، وبسنا من حكي الجرح، وبسنا من حكي الفراق، وبسنا من حكي الوله، وبسنا من حكي العشق، وبسنا من حكي العشق من الطرف الواحد وغيرها من الأمور. لا بنت حكي جد والله، لأن في ناس بس خلاص يعني بدأوا يوصلون حق مرحلة على بالهم أن كل شيء تحت أمرهم، وعلى بالهم بأنهم عندهم ذيك الحصانة المنيعة والسد القوي من وراء أنه يحوشهم شيء منه. اعذرني واعتبر الكلام اللي بينقال بمثابة التهديد يمكن، أو ولكن مو تهديد، لا مو تهديد. خلونا نقول بأن بني آدم يبي يعبر عن نفسه بصريح العبارة، اللي الكل شافه بأنه ضعيف شخصية لأنه ما قدر يعبر عن نفسه من قبل. عادي نمر في مواقف ناس تحطنا في ظروف وتضغط علينا تضغط علينا تضغط علينا خلينا تنفجر، وبعدين إذا انفجرنا هل أنتم قد أن أنتم تتحملون؟